قدامك ده يا صاحبي اخر فوز للنادي الاهلي على نادي الزمالك بتاريخ 9 مارس 2024 في نهائي كاس مصر، ولغايه وقت اللي بصور فيه الحلقه دلوقتي بفاصل زمني قبل شهر ونص من مواجهه تانية تجمع ما بين الفريقين، وتحديدا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في جوله جديده من عمر الدوري المصري. رغم يعني ان الفرق الزمني ما بين الماتشين مش كبير، لكن اقدر اقول لك ان في تطورات كبيره جدا على المستوى الفني حصلت داخل نادي الزمالك بقياده البرتغالي جوزيه جوميز. ايه هي التغييرات دي اللي تخلي هينتظر مارسيل كولر تحديات مهمه جدا في الماتش اللي جاي؟ يلا بينا بدون مقدمات طويله ندعي لاخواتنا ان هم يرجعوا لديارهم سالمين، اللهم ارحم موتانا جميعا وارحم ابي. ويلا بينا بدون اي مقدمات ندخل للتفاصيل على طول. اول سؤال، ايه اللي اختلف في فتره الشهر ونص دي بالنسبه لنادي الزمالك عن مواجهته القادمه بالنسبه للنادي الاهلي؟ اقدر اقول لك ان جوزيه جوميز في ادارته للمباراه الاولى كان لسه مدرب جديد بالنسبه لنادي الزمالك، ما خدش وقته، لكن خلال الفتره بتاعت الشهر ونص دي لعب فيها ما يزيد عن 6 أو 7 ماتشات، كمان قدر ان هو يحفظ اكتر اللعيبه اللي هو جاي عليهم كمدير فني جديد. مش بس كده، ابتدى يخترع توظيفات جديده بالنسبه لهم، ابتدى يستكشف اللعيبه اللي كانت مركونه داخل نادي الزمالك خلال الشهور اللي فاتت قبل قدومه، والاهم طبعا والمشكله الاكبر بالنسبه له انه ابتدى يعرف توظيفات اللعيبه بتاعت الصفقات الجديده وابتدى يستخدمها بشكل كويس جدا، والحقيقه يعني عمل منهم توظيفات ممتازه جدا. كل ده خلانا نشوف نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت بشكل افضل، كل ده مع اصابات نادي الاهلي المتكرره والمتزايده خلال الفتره اللي فاتت. لسه لغايه قبل الماتش ان شاء الله مش عارفين مين اللي هيكون جاهز. ضيف على كده نادي الزمالك رغم ان جوزيه جوميز في المباراه الاولى كان لسه مدير فني جديد، لكنه عمل مباراه محدش ابدا يقدر يقلل منها قدام النادي الاهلي في الفوز اللي جه بصعوبه وفي اخر 10 دقائق من عمر الماتش. عشان كده لو جينا اتكلمنا ايه اللي اختلف، اسلوب جوزيه جوميز مع نادي الزمالك اول لما جه كان بيعتمد على حاجه مهمه جدا، الكور الطويله ورا قلوب الدفاع او ورا الاظهره الى جانب العرضيات لما الكور الطويله دي بتتقفل على نادي الزمالك. طيب هل الاسلوب ده حصل فيه اي اختلاف؟ تعال اقول لك اوري لك اخر 5 اهداف سجلهم نادي الزمالك، يعني ازاي قدر يوصل بشكل مباشر لمرمى الخصوم وازاي قدر يسجل اهداف. ومفيش افضل من ان احنا نشرح على اهداف عشان نعرف ازاي نادي الزمالك ايه هي نقاط القوه بتاعته ونقدر ان احنا نتجنبها ونشتغل عليها. تعالوا اولا للمباراه قبل الاخيره، مباراه نادي الزمالك وفيوتشر في بطوله الكونفدراليه، المباراه اللي انتهت بنتيجه 2-1. وتعالوا كده نروح لاول هدف قدر ان هو يسجله نادي الزمالك. الجون جه من ضربه ركنيه من ارتقاء لحمزه المسلوسي، لعب الكره براسه ورغم ان الارتقاء ما كانش قوي والراسيه ما كانتش قويه، كان تمركز الحارس كان غلط. لكن ما بتكلمش هنا عن نقطه ضربه الراس، بتكلم عن تكتيك لعب الضربه الركنيه اللي يبدو للوهله الاولى كره عاديه جدا، لكن لو جيت راجعت الكره كده هتلاقي ان فريق نادي الزمالك بيعتمد على نفس التكتيك اللي كان بيعتمد عليه فريق سيمبا التنزاني في مواجهه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. اسلوب تجميع اللعيبه كلها بره ال6 يارده وبيكونوا كلهم تقريبا في حسبه 4 أو 5 أو 6 متر، واول لما الضربه الركنيه تتلعب في تايمنج ممتاز جدا كلهم بينتشروا على حدود ال6 يارده عشان يكون واحد فيهم جاهز ان هو يستقبل الكوره براسه. تكتيك ممتاز جدا مفاجئ، وده اتفاجئنا بيه اكتر من مره في مباراه نادي سيمبا بالنسبه لدفاع النادي الاهلي، وحله في المقام الاول مش ان انت هتعمل كثافه عدديه داخل منطقه الجزاء قد ما ان انت تعمل كثافه عدديه على خط المرمى. ضروري ان شاء الله في النقطه دي ان مصطفى الشوبيري يكون وهو موجود تحت ال3 خشبات يكون جنبيه 2 مدافعين، واحد ماسك او 2 اصلا 2 مدافعين داخل النادي الاهلي يكون كل واحد فيهم ماسك عارضه، لان الكور اللي بتطلع براسيات من الطريقه دي غالبا بتكون مركونه وهتسهل جدا مهمه حارس المرمى لو في واحد واقف جنبه يقدر يطلع الكوره من عنده. ده عيب خطير جدا في النادي الاهلي شفناه على مدار الفتره اللي فاتت. ان كان ده سريعا اول نقطه قوه بالنسبه للضربات الثابته من اول هدف، تعالوا نروح للمباراه اللي بعد كده، مباراه نادي الزمالك وفيوتشر في العوده من بطوله الكونفدراليه في دور ربع النهائي، المباراه اللي انتهت بنتيجه 1-1. واقدر اقول لك واعد لك مره ثانيه ان الضربات الثابته حل ممتاز جدا بالنسبه لجوزيه جوميز اللي بيعرف يشتغل كويك وين او الحلول السريعه اللي بيقدر يكسب منها. وزي ما شفناها في الضربات الركنيه ادي لقطه ثانيه بتقول لك ان هو بيشتغل حتى على الضربات الحره الغير المباشره بشكل كويس جدا، لكن ما صابتش معاه لغايه دلوقتي. لكن تعالوا بقى للنقطه الثانيه والاهم، وهي دي اكبر تطور قدر يحققه جوزيه جوميز سواء مع اللعيبه الجديده او من تطوير اسلوب اللعب بتاعه. جوزيه جوميز لو بتتفرج على الكوره دي بتاعت هدف احمد حمدي قد يهيأ لك للوهله الاولى ان الكوره غلط من المدافع، لكن الكوره دي نتاج عمل فني ممتاز جدا يا جماعه. جوزيه جوميز مع نادي الزمالك بيلعب بخطه على الورق 4-2-3-1، لكن على ارض الملعب بيلعب بال4-3-3 بضغط قوي جدا من الاثنين محاول الارتكاز رقم 8 مع المهاجم. دايما بنشوف احمد حمدي بيصعد كمهاجم تاني من الناحيه اليمين، عبد الله السعيد بيصعد كمهاجم تاني من الناحيه الشمال، اوقات الاثنين بيعملوا مقصات مع بعض، المهم ان واحد فيهم دايما بيكون مكثف الهجوم مع راس الحربه. وزي ما شفنا في الجون ده يا جماعه احمد حمدي قدر ان هو يضغط يعمل كثافه يخطف الكره يفنش بفينش اكتر من ممتاز،
وهي دي نقطه مهمه جدا من نقاط قوه نادي الزمالك. دايما في قرب كبير جدا ما بين خط الهجوم وما بين محاور الارتكاز، بيعمل كثافه عدديه كبيره جدا على اي خصم، وبيستنوا اللحظه المناسبه اللي بيتخلق في الدفاعات بتاعه الخصم ده مساحات يبتدوا يشتغلوا عليها، ودي نقطه لازم تكون من عندنا. يقابلها دسترويرز اقوياء جدا يجيدوا قطع الكرات بشكل ممتاز. وهنا بقى تعالوا نروح للمباراه الاخيره والاهم، وهي مباراه نادي الزمالك والاتحاد السكندري اللي كسب فيها نادي الزمالك بنتيجه 3-0، واللي اثبتت ان جوزيه جوميز ما بيشتغلش بس على فكره ان هو يزود الاطراف بتاعه محاور الارتكاز رقم 8 مع المهاجمين، لا هو ابتدى يستخدم توظيفات لعيبه ثانيه كمان عشان يسند في قلب الهجوم، زي ما شفنا كده في مباراه الاتحاد السكندري. زي ما بعرض عليك، رغم ان على الخطه وعلى الورق ناصر ماهر بيلعب كجناح مهاجم على الطرف الشمال، لكن هو اساس استخدامه في ارض الملعب سنترال وينج، يعني لاعب وينج لكن بيدخل لقلب الملعب، بيزيد بيتشقلب بقى جوه قلب الملعب، مره يستلم ويسدد، مره يستلم ويلعب كره عكسيه للجناح اللي قادم من الناحيه الثانيه فاضي، مره بيستلم داخل منطقه الجزاء كراس حربه، ودي قررت اكثر من مره وهوري لك ادت لايه في النهايه. الهدف الاول بالنسبه لنادي الزمالك على فريق الاتحاد السكندري كوره كلاسيكيه من نقاط قوه نادي الزمالك، وهي لعب الكور الطويله ورا الاظهره، كوره ملعوبه طويله، خطا ما بين المدافع وما بين الظهير استغله احمد السيد زيزو، ينطلق داخل منطقه الجزاء بسرعات طبعا الطرف اليمين بتاعت نادي الزمالك بقياده زيزو، وفينش اكتر من ممتاز، قدر ان هو يسجل منه الهدف الاول. كوره تتطلب ان عندنا دايما قلب الدفاع يكون بيغطي على المساحات اللي موجوده ورا الظهير، او دايما لاعب محور الارتكاز رقم 6 يكون مستعد دايما ان هو يكون عنده من السرعات والتدخلات لحسم الكور اللي هتكون مهمه جدا في هجوم نادي الزمالك. ان كان ده اول هدف، تعالوا بقى للهدف الثاني واللي بحذر منه. الكره دي ايه اللي حصل فيها؟ ناصر ماهر تخلى عن مكانه كجناح مهاجم على الطرف الشمال اللي بيصعد مكانه فيه احمد فتوح، اللي ابتدى ياخد ادوار هجوميه مهمه جدا مع نادي الزمالك، وفجاه اتقلب يا جماعه ناصر ماهر كراس حربه ثاني لنادي الزمالك. احمد فتوح لعب له كره طويله ورا الدفاع، استلمها بشكل ممتاز جدا وقدر ان هو يسجل منها. اذا اهم نقطه خطيره هي اللعبه التكتيكيه دي اللي بيعتمد عليها جوزيه جوميز، وتوظيفات احمد حمدي وتوظيفات ناصر ماهر ابناء النادي الاهلي السابقين. ان كانت دي يا جماعه الهدف الثاني، فالهدف الثالث ولكم ان تتوقعوا طبعا هيكون منين؟ برضو من كوره طويله، كوره اتلعبت من نص دفاع نادي الزمالك او نص ملعبه، اتلعبت طويله جدا ورا قلوب الدفاع الخاصه بفريق الاتحاد السكندري. زيزو كالعاده بيستلم وبيعمل فينش اكتر من رائع بصراحه، فينش عالمي بكره لوب ويسجل الهدف الثالث. اذا عندنا مشكله لازم ان احنا نتجنبها، ان احنا نلعب بدفاع متقدم، لان الدفاع المتقدم ده هيسهل جدا مهمه نادي الزمالك ان هو يلعب الكور الطويله دي. اذا احنا بنتكلم عن 5 اهداف، واحده من ضربه ثابته، واثنين من كور طويله، واثنين من تحركات تكتيكيه ممتازه جدا. اعتقد ان الصوره من خلال الاهداف دي وضحت، ومارسيل كولر لازم يكون عنده شغل تكتيكي مهم جدا يبتدي يجهز بيه في تشكيل النادي الاهلي. ان كانت دي الاهداف اللي سجلها نادي الزمالك، حلقه بكره ان شاء الله هنتكلم ازاي نادي الزمالك بيستقبل اهداف، وايه افضل تشكيل النادي الاهلي نبدا بيه القمه ان شاء الله خلال يوم الاثنين اللي جاي. وبس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. سيب لي رايك في التعليقات، شايف النادي الاهلي ايه افضل تشكيل ممكن يبدا بيه نادي الزمالك؟ لو انت زملكاوي قول لي ايه افضل تشكيل نادي الزمالك هيبدا بيه، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا، وشكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.